أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. القول في تأويل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أنه لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله ورسوله فيعصوهما، ومن يعص الله ورسوله فيما أمر أو نهي فقد ضل ضلالا مبينا. وقيل في سبب نزولها أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فامتنعت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل انكحي. فقالت: يا رسول الله، أؤمر في نفسي؟ فبينما يتحدثان أنزل الله على رسوله هذه الآية، فقالت: إذا لا أعصي رسول الله، قد أنكحته نفسي. وقيل أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وذلك أنها وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثة، فسخطت فقالت: إنما أردت رسول الله فزوجني عبده، فنزلت هذه الآيات. أما عن سبب نزول قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله،
هو أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين، هو أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نكاحهم، وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد الله أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله وفعلا، وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا. وكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يدعى إليه، حتى نزلت ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فقيل له زيد بن حارثة. وكان زيد تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقع في قلب رسول الله لو طلقها زيد لتزوجها، فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق، حيث أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءك مشاورا في فراقها فقلت له ناصحا له ومخبرا بمصلحته مع وقوعها في قلبك: أمسك عليك زوجك أي لا تفارقها، واصبر على ما جاءك منها، واتق الله تعالى في أمورك، فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس في عدم إبداء ما في نفسك، والله أحق أن تخشاه وألا تباليهم شيئا. فلما قضى زيد منها وطرا أي طابت نفسه ورغبت عنها وفارقها زوجناكها، وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة، وهي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليه.